عندي شوية أسئلة عايز أسألها. قول. ولو احنا داخلين الحمام يعني بنقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث واحنا خارجين غفران غفران غفران. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن أصلا الشيطان بيبقى موجود مقره فين؟ في الحمام. الخبث والخبائث اللي هو الشيطان ذكر أو أنثى. عشان لأن الشيطان طول ما أنت داخل الحمام، طول ما أنت ما بتقولش ممكن يعمل فيك أي حاجة. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا اللي احنا نقول الكلمتين دول قبل ما ندخل. أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني بنوصل ربنا اللي احنا نعوذ منه. وتدخل الحمام برجلك الشمال واحنا خارجين وتخرج باليمين. اول ما انت خارج بتخرج باليمين وتقول غفرانك غفرانك، يعني رب يعني اغفر لي اغفر لي. تعرف ان الشيطان موجود في اي مكان، في كل حاجه انت بتعملها الشيطان بيوزيك. لو انت بتعمل حاجه يعني مثلا احنا قاعدين بنتكلم اهو، بنتكلم في اي حديث دينيه، هو مش عاوز ان احنا نقعد القعده دي، ما بيقعدهاش. يعني مثلا انت وانت بتبقى قاعد والاذان بيأذن مثلا، يقول لك لا الجو ساقع ما تقومش، انت بنتفرج على الماتش دي وما الماتش يخلص، السينما المسلسل يخلص، هو مش عاوزك. هو اللي بيوسوسك. تعرف اول ما انت بتقوم تتوضا وتصلي الشيطان بيقعد يبكي، بيعيط. وحتى لما الاذان يأذن. تعرف اللي هو اول ما انت تفتح المصحف القرآن وتقرأ فيه هو بيغمى عليه، بيغمى عليه، بيغمى عليه، بيصعق من صوت القرآن. عشان كده دايما الصلاة والقرآن اول حاجتين بيبعدوا عنك الشيطان. وهنسأل عليهم طبعا، بس اول حاجتين بيبعدوا عنك الشيطان الصلاة والقرآن. كنت بتقول ايه؟ الزكاة والصلاة، صح؟ الزكاة والفرض، الزكاة والصدقة. مش احنا قلنا الفرق بين الزكاة والصدقة ايه؟ مش قلنا اللي الزكاة دي حاجة انت بتخرجها، انت يعني بتخرجها لبيت المال، لبيت المال. بيت المال. يعني مثلا ايه؟ كل دولة في حاجة اسمها بيت المال. بيت المال ده اللي هو بتجمع فيه الصدقة من الناس، اللي هي الزكاة من الناس اللي انتوا بتخرجيه، اللي هي مثلا ايه؟ زي زكاة الزرع، زكاة المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من كان زكاة دي فلوس انت بتخرجيها من فلوسك. يعني بتخرجي فلوس بتخرجيها في زكاة اكل، زروع، في زكاة فلوس، في زكاة صيام. الحاجات دي كلها بتتجمع في بيت المال. وفي زكاة برضو الأطعمة الناس دي بتبقى مفروضة عليك على فكرة. من كان له قوت يومه وجبت عليه الزكاة، الرسول اللي قال في حديث فيما معناه لو واحد عنده قوت يوم واحد خلاص لازم يتزكى، يخرج الزكاة. الفلوس ديت بتتجمع في حاجة اسمها بيت زكاة. كل دولة أو ليه حاجة اسمها بيت مال. بيت المال دي هو اللي بيصرف على المسلمين. بابا هو جاي برضو الآراء اللي ملهاش زوج، اللي الواحدة اللي هي جوزها متوفي، اليتامى، في جامع عاوز يتجدد، في أي الحاجات دي كلها المفروض اللي بيصرف عنها بيت المال. هو اللي بيبني برضو في الجوامع بياخدوا عليهم حسنات طبعا كتير. انت عارف لو انت اتبرعت بأي حاجة في بيت المال في الجامع ربنا بيبني لك بيت في الجنة. من بنى بيتا لله بنى الله له قصرا في الجنة. تاخد قصر القصر وتعيش في الجنة بقى، وتعيش في الجنة قصرك من غير ما تسأل. حتى لو اي حاجة انت دفعتيها، جناح، اي حاجة انت دفعتيها في الجامع واتصرفت على الجامع ربنا بيكتب لك قصادها قصر في الجنة. حتى لو الناس اللي يعني الغلاب. دي بالنسبة ايه؟ للزكاة. الصدقة ديت حاجة بينك وبين ربنا. جايين آية برضو بيقول من يساعد اليتيم يساعده الله يوم القيامة.
يعني اللي بيساعد اليتيم بيساعده الله يوم القيامة. هو ربنا يعني قال لك اليتيم ليه؟ عشان اللي ملوش اب ولا ام يعملوا له الحاجات اللي احنا بنعملها. لا. اليتيم يعني فقير. عاد ما في يتيم غني، ازاي؟ في يتيم بيبقى غني، ازاي؟ واحد ابوه وامه توفوا وامه اغنيه. مش فاهمة يعني جدو يعني وستو كانوا غنيين فوقتوا ربهم. اللي اشمعنى اليتيم؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم. ما كانش برضه بيعرف يقرأ ولا يكتب. لا احنا بنتكلم في حاجه ما ندخلناش في حاجه ثانيه، احنا بنقول لك اليتيم، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافل اليتيم، يعني انت لو تكفلت بيتيم وربيته انت تبقى مع الرسول كده في الجنه. شوف السبعين دولت زي اخوه كده. زي لو انت ربيتهم صرفت عليهم لغايه ما كبروا وبقوا في امان، او توظفهم او تجوزهم او بقى لهم بيتهم او حياتهم، بتبقى كده، بتبقى انت مع الرسول كده. هو الرسول قال لك انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، واشار باصبعي السبابه والوسطى. يعني تبقى مع الرسول في الجنه. نرجع بقى لحته بقى ايه الصدقه. احنا قلنا الصدقه دي حاجه بينك وبين ربنا. وقلنا للسيده عائشه لما كانت بتيجي تتصدق باي حاجه بتحط عليها ريح، بتحط عليه فبيسالوها بيقول لها ليه ام المؤمنين ليه انت كنت بتعملي كده؟ قالت عشان قبل ما تقع في ايد المحتاج بتقع في ايد ربنا. دي الفرق بين الصدقه والزكاه. الزكاه واجب على كل مسلم اللي هو بيخرجها، من كان عنده قوت يومه لازم يخرج. انما الصدقه دي حاجه بينك وبين ربنا، والافضل اللي ايدك اليمين، يعني انت لو خرجتها بايدك مثلا اليمين ما ينفعش ايدك الشمال تشوف. يعني تخبي ايدك الشمال دي بتاخد ثوابها كام؟ يعني لا انت المفروض انت نفسك ممكن ما تعرفش، يعني انت خلاص انت حطيتها في ايدك في جيبك وخدتها وحطيتها ايدك اليمين، ما تعرفش ايدك الشمال زكت بايه. هو اصلا ما ينفعش اصلا. عشان كده دي فرق. يعني ايه المفروض انا ما اقولش انا بخرج صدقه، انا صدقت على فلان، ما ينفعش كل ما امشي في اي حته اقول انا لقيت فقير واديت له صدقه. ما ينفعش اصلا تطلع حاجه لله، مثلا فلوس وبتدي لحد تيم يعني قاعد على باب الجامع، ما ينفعش توريها لحد. ما تنفعش توريها لحد، ما ينفعش تروح تقول لاي حد لان ثواب بيروح عليك. انت بتطلع بايدك اليمين كده اهو وتخباها كده وتديها له. بس انا شفت في ولد كده كان ماسك الفلوس بتاعها 5 جنيه ماسكها كده اهو وحاططها في ايد الستين ده. لا هو المفروض انت ما تعرفش حد وما توريش لحد انت اديت له قد ايه، علشان شعوره هو بس. انا بمسك الفلوس وبهو بحطها. يلا باي. باي.